لو تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم من قلبك 3 في الصباح حفظك الله إلى المساء، وإن قلتها في المساء حفظك الله إلى الليل. يوافق قلبه ولسانه لا بد، وإلا فإن الله لا يقبل دعاء من قلب لاهي. 2 جميل. عند الخروج من البيت لا بد أن تتذكر بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ماذا يقول؟ يقول لك الملائكة هديت ووقيت وكفيت ولا يعترضك أحد. يتنحى عنه الشيطان، تنحى الشيطان عنه، ذا خلاص انتهى. يا سلام. 3 الصلاة على وقتها، تأخير الصلاة فك للحصانة. جميل. الرجال جماعة والنساء في بيوتهن، ولذلك نلاحظ البنت اللي تأخر الصلاة والولد اللي يأخر الصلاة حياته متأخرة دائما، ودائما مهموم وموسوس وتعبان. صدقت. الصلاة. الأمر الرابع أيها الأحباب، بسم الله في لسانك عند خلع ثيابك، عند لبس ثيابك، عند قبل دخول الخلاء، عند الطعام، عند الشراب، عند إتيان الليل، حتى يكون الإنسان في حفظ وفي حرز. منها أيضا قراءة آية الكرسي قبل النوم بصوت تسمعه وبقلب حاضر. بعضهم يتثاءب ونايم ويقول قريتها في قلبي، ويجيه الشيطان فيوسوس له في هذا، لأنها ما نفعتك، لأنك ما تواطأ القلب. ولا بد من القرآن أن يسمع، لا بد للقرآن أن يسمع. الله لا إله إلا هو تقرأها قبل النوم. واللي أخبرنا أنه لا يضرك شر ولا شيطان هو الشيطان نفسه، وقال الحبيب صدقك وهو كذوب. لا تحزن ولا تقلق، الله سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء لمن دعاه. النبي صلى الله عليه وسلم يحب يقول أعجز الناس من عجز على الدعاء. أنت لما تدعو الله سبحانه وتعالى وتلح على الله لا تستعجل من الإجابة ولا أنت خسران. ترى إذا دعوت الله يستجاب لك إحدى 3، إما يستجيب الله دعاءك، أو يصرف الله عنك السوء، أو يدخرها الله لك يوم القيامة. فأصلا أنت منت خسران، يكفي أنك تناجي الله وتدعو الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. انظروا إلى حال أيوب عليه السلام، أصابه المرض سنوات طويلة. قال الله عن أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله لأيوب فاستجبنا له. الله قريب يسمع دعائك، فلا تقلق ولا تحزن ولا تستعجل، فالله سبحانه وتعالى يستطيع أن يغير حياتك من حال إلى أفضل حال.